ولد نمر باقر النمر في العوامية، إحدى مدن محافظة القطيف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، عام 59 من عائلة متدينة تاريخيا. أنهى دراسته الثانوية في العوامية ثم هاجر إلى إيران طلبا للعلوم الدينية في عمر 21 حتى نال مرتبة الاجتهاد، فشرع في تدريس العلوم الدينية إلى جانب نضاله السياسي. اشتهر النمر بمعارضته للنظام السعودي بسبب سياسة التهميش التي يمارسها هذا النظام ضد أبناء المذاهب الأخرى غير الوهابية في الوظائف الإدارية والعسكرية والمناصب العليا في الدولة. وقد أدت مواقفه المعارضة إلى اعتقاله مرات عديدة بتهم لا تستند إلى أدلة، تارة بالحصول على دعم من إيران وطورا بزعزعة الأمن. في العام 2011 ومع سقوط نظامي تونس ومصر وبداية الثورة البحرينية، كسر النمر الحظر المفروض عليه منذ العام 2008 واستأنف خطاباته بالحديث عن حرية الرأي ومعارضته الاستئثار بالثروات والمناصب والدعوة إلى الإصلاحات السياسية والتسامح الديني. كل معتقل يعتقل ظلما، سني أو شيعي. احنا مسؤولين ندافع عن قدر إمكاناتنا، بالكتاب، بالمقال، بالكلمة، بالشعر، بأي عمل مشروع ندافع عن المظلومين، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اتسعت شريحة المؤيدين له ومعها الاحتجاجات في القطيف، فقبلتها السلطات بعمليات اعتقال واسعة. وقد لعب الشيخ دورا بارزا في التأكيد على سلمية حراك أبناء القطيف على الرغم من لجوء السلطات السعودية لاستخدام العنف والنيران في قمع المعارضة. في 8 تموز 2012 أقدمت السلطات السعودية على اعتقال الشيخ النمر بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته ب4 رصاصات في فخذه الأيمن، ثم نقلته فاقدا للوعي إلى المستشفى العسكري في الظهران، وبعد ذلك إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، ثم إلى سجن الحائر. وفي آذار من العام 2013 بدأت أولى جلسات محاكمته من دون إعطاء خبر مسبق لذويه، وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه أي القتل بعد سياقة تهم ملفقة. أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ النمر ومعه 47 معتقلا آخرين بتهمة تبني أفكار متشددة، على الرغم من المناشدات الدولية للمملكة بضرورة إطلاق سراحه، كما جاء في رسالة من رئيس هيئة الإفتاء العراقية ومن أمين عام الأمم المتحدة. بعد تنفيذ حكم الإعدام انطلقت احتجاجات في القطيف والمنطقة الشرقية المعروفة بثرواتها النفطية الكبيرة، ويشكل سكان هذه المنطقة ما نسبته 10% من مجموع سكان المملكة، إشارة إلى أن آخر خطبة للنمر قبل اعتقاله في مسجده في العوامية أعلن فيها أنه على يقين بأن اعتقاله أو قتله سيكون دافعا للحراك الشعبي. نايف سلمان وخليفة وحمد وأحمد وسلمان هناك نقدر نلعنهم؟ ألا لعنة الله عليهم. هذا الوجه المنعم الآن دود سلطان ونايف وفهد وغيره من الطغاة قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. كانوا يأكلوا ويشربوا ويأكلوا دماء الناس ولحوم الناس، اليوم الدود تأكلهم، وإلا يموت أفضل إله من أن يبايع طاغي مثل آل سعود وآل خليفة. طاعة آل سعود وآل خليفة اللوم، يموت الإنسان وهو عاص لهم هي الكرامة. أن نؤثر طاعة اللئام آل سعود وآل خليفة وآل الأسد وبقية الطغاة، هؤلاء اللئام الذين يقتلون الناس ويستعبدون الناس.